السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيفا موبايل. وفكرة الفيديو بتاعت النهاردة إن احنا هنشرح هندسة الرود، وهقول لك ازاي تجيب زيكو أو فان نيستلروي. وكل سنة وانت طيب بمناسبة العيد. فمن غير أي مقدمات انزل بالانترو. تمام يا جماعة، مكنش من كده إن الحدث متقسم لأكتر من قسم. تمام، هو في بالظبط 3 أقسام اللي مفتوح لنا دلوقتي، وفي قسمين هيتفتح كمان 4 أيام، وكمان 11 يوم من تصوير الفيديو ده. عندك هنا يا جماعة بتختار 4 لعيبة. تمام، يعني عندك هنا في أول حزمة يعني بتختار زيكو أو فان نيستلروي، وبتختار هنا مكاليلي أو لام. وفي كلام تحت هنا مكتوب بيقول لك إيه، بيقول لك مثلا إن زيكو هنا مثلا إن هو لعب 500 ماتش لفلامينجو وسجل 500 جول مع فلامينجو في طول كاريره وهكذا. ولكن فان نيستلروي إن هو لعب لأولد ترافورد، وإن هو برضو إيه سجل 150 جول في 5 مواسم وهكذا. وجاب لك برضو مكاليلي ولام، بس مكاليلي ولام يتفتحوا بعد فترة، يعني مثلا يوم 11 ابريل. وعندك هنا برضو الحاجات بس دي في اخر الفيديو يعني. عندك المهام والمقايضات والبقى التشالنج مود والسوق وهكذا. ننزل قسم المين، فانت بتختار واحد من الاتنين دول، يعني مفيش الا زيكو وفان نستروي مفتوحين. فانا عن نفسي ايه اخترت زيكو. تمام، بقى تاخد زيكو ازاي في القسم التاني اللي اسمه ايه، اللي اسمه بارل وورد. طبعا عندك هنا في مطوشة يومية بتلعب هنا بتاخد هدية. تمام، بتاخد اللي هي التريتس بروجرس، هتعرف اديتها ايه دلوقتي. تمام، بتلعب هنا ماتش وتمرينين، هي بتلعب بالظبط تمرينين وتلات ماتشات، وبتاخد ايه، وبتاخد من مكافأة، بتاخد منها إيه يعني ايه التريتس بوينت بروجرس يعني. هنا هو في التريتس بروجرس، اما تجمع 100 من التريتس بروجرس. تمام، يعني انت اهو مثلا لعبت التمرين ده ولعبت مثلا ماتشين 3 وبتاع، بعد ما جمعت هنا بقى بتاخد التريتس بوينتس دي. فايدتها ايه دي؟ بص، عندك هنا المثلث ده. تمام، ده عبارة عن ايه؟ عندك مثلا الشوتينج تريتس بوينت والبيس والسبيد والباس وهكذا. ده فايدته ايه؟ بص، عندك هنا زي بيليه في كاس العالم لو حد يفتكر. في حدث بيليه كان بيبقى فيه 3 نسخ احنا ممكن ناخدهم، نسخة اللي هي الاس سي تي، ونسخة اللي هي السي اف، ونسخة اللي هي الكام. تمام، عندك هنا برضه نفس الكلام على زيكو. انا ممكن اختار نسخة السبيد ونسخة الباسنج ونسخة الشوتينج. شوف انت عايز ايه انهي نسخة من زيكو. بيبقى فايدتها ايه؟ بيزود لك، بيبقى فيه معزات. يعني مثلا هنا الباسنج لو اخترت مثلا نسخة الكام يبقى 98، والدريبل هيبقى كويس ده في الباس. اما في الشوتينج هيبقى الشوتينج 91 او 96 معلش، اما في تاني كان 90 وهكذا بقى. تمام، طب بتقول لي ازاي اجمعهم؟ هقول لك بص، في التريتس بوينت عندك كل واحده زي ما قلنا هنا. مثلا انا اخترت ايه بتاعه الباسنج، مثلا محتاج اجمع 100. تمام، 100 من دي من الباسنج تريتس بوينت عشان افتحها 5 مرات. ولما افتحها 5 مرات هقدر اخد زيرو عادي جدا. اهو بيقول لك لما تفتح البتاع دي 5 مرات متتاليه. تمام، وقول لي مثلا لما بتلعب هنا هو بيديك بالظبط 30 من كل واحده، او يعني 30 من كل واحده. هتقولي ازاي معاك 67 وواحده من السبيد والباس؟ اقول لك بص، مثلا انا اخترت زي ما قلنا الباسنج. عندك هنا اللي هعملكوا دوم عليها، عندك ممكن تختار 2 و2. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي 2 في الباس و2 في الشوتينج، انا ممكن ازود اهو 20 30. مثلا انا معيش في الشوتينج، معايا مثلا نفترض معايا 20 في الباس في السبيد، فانا ادوس على كلمة 10 هيديني 5 توكن وهكذا. تمام، بس ده بالنسبة لتاني قسم يعني. هو غريب شوية لكن هو روش يعني. عندك بقى ايه اخر قسم اللي هو الفايند الساتوريشن. ده عبارة عن ايه؟ هو القسم سهل جدا يعني. اللي يعرف تمام الحد بتاع الوندر ويت كارد، كان بيبقى فيه حاجة هنا. تمام، اللي هي لفة الحظ اللي يعرفها من الوينتر ويت كارد، وانا عامل فيديو عنها وهسيبها لكم تحت دلوقتي لو انتوا عايزين تعرفوا ايه دي، وانا هقولها لكم يعني بالمناسبة دي. بس سيبها دلوقتي يعني، انا بس بوريها لكم. تمام، ونخش من الاول خالص. عندك هنا بقى المقايضة دي بتديك 100 بوينت. دي فايدتها بقى ايه؟ هقول لك دلوقتي. هنا لما بتدوس على دي ستارت، انت بالظبط بتلعب 3 ماتشات، ماتش ضد الكمبيوتر، وماتش هيد تو هيد فيزا تاك قصدي، وماتش هيد تو هيد. دي فايدتها ايه؟ عندك البار 100 ده. تمام، هي بتتجدد كل يوم بالمناسبة يعني. البار 100 ده لازم يتقفل. يعني ايه؟ مثلا انا لعبت جيم هيد تو هيد وكسبت، فانا هيبقى معايا 60. ولو كسبت جديد جيمين مثلا بقى معايا 120، فالبار ده هيتقفل. مثلا انا ايه مش عايز العب هيد تو هيد، عايز العب فيزا تاك. لو كسبت مثلا ماتشين واتعادلت في ماتش مثلا هتقفله وهكذا. بيقول لك اهو في الهيد تو هيد لو كسبت ماتش هتاخد 60، لو اتعادلت هتاخد 30، لو خسرت هتاخد 15.
عندك هنا مثلا برضو نفس الكلام، لو كسبت هتاخد 40، لو تعادلت هتاخد 20، ولو خسرت هتاخد 10. ده بتلعب ضد ناس حقيقيين بالمناسبة يعني. تمام. عندك هنا بقى اول واحدة خالص، انت بتلعب نادي عادي، انت ممكن تلعبها كل مرة عادي يعني، هو جملة كومبليت انت تلعبها 5 مرات. تمام. وتاخد 20، ودي مضمونة اكتر انت تكسب يعني، وانت هو مديك اصلا جون قبل ما تنزل الملعب، وهكذا بتلعب فرق تعبانة، وتقريبا كل يوم بتتغير الفرق. تمام. وعندك هنا برضو ايه، ممكن تشتري البوينتات دي، ولما بتقفل المسار ده كله بتاخد بوينتات ببلاش يعني. هتقولي فايدتها ايه؟ بص بقى، الحته انا شرحتها لكم في الاول. شايف حاجه زي البنك الحظي كده، دي بص بتدوس على حته معينه يعني، مثلا انا ادوس هنا بتاخد حاجه ببلاش، بس سيبك منها دلوقتي. مثلا انا هنا اهو، ثانيه كده اهو، انا عشان اتحرك تمام بدوس، لازم يكون معايا توكنات من دي. فلما اتحرك يعني، مثلا انا اتحركت دلوقتي بيحركك عشوائي، ممكن تاخد مثلا اللعيب، ممكن تتحرك وهكذا يعني. مثلا هنا اهو حركني هنا جنب اللعيب بالظبط، هاخد 10,000 كوين، انا حظي نحس يعني. تمام. ولما بتقفل اللفه دي بتاع هنا بتاع 3 4 مرات بتاخد هديه ببلاش، لا من 98 ل 97. وعندك بقى، نيمار، جافي، 96 ده، وهكذا، وفاردي والاخر. تمام. وبس بقى. تمام. فلما انت بتقفلها يعني، مثلا هنا اول مره تمام، لما بتقفل اللفه دي مره بتاخد مثلا 500 جوهره، تاني مره لما بتقفلها 3 مرات بتاخد 2000 كوين، وتالت مره يعني لما تقفلهم دي تالت مره ودي تالت مره بتاخد مسكرونو. تمام. بس تقريبا لازم تدفع فلوس عشان تاخد، وانا برضه لما تدفع 5 مرات تاخد 1000 جوهره، وهكذا. تمام. يعني انت ممكن تدفع هنا برضه، لو معكش جوهر ممكن تدفع بالاف سي بوينت. تمام. ده بالنسبه ايه للحاجات اللي هم ضافوها في الحدث كله. نخش بقى يعني في حاجات لسه هتتفتح طبعا، نخش بقى الحاجات اللي هي بقى الايه، الحاجات اللي هم ضافوها زي مثلا الشوب، الباكات، وهكذا. نخش على المهام. اول حاجه المهام سهله. تمام. اهي هما بالظبط 5 مهام، برضو لمدة طول الحدث اللي هي تقريبا 25 يوم او اكتر. تمام. عبارة عن كام 5 مهام. اول حاجة تلعب 15 ماتش، تلعب من اللي هي التحديات، تبقى اللي انا اوريها لك برضو. تمام. وعندك هنا برضو بيقول لك ايه، ان انت ان انت في الشابتر من الشباتر ان انت تلعب 30 ماتش. تمام. وعندك برضو ان انت تكسب 15 ماتش في ديفيجن ريفرس، وعندك برضو ان انت تفتح 15 باكة من الستور. وبعد كده تاخد الهدية اليومية اللي بتجيلك. تمام. تاخدها 20 مرة. المهام سهلة، ومقابل كل ده تاخد 300 نقط من الحدث، وتاخد ماسكرونو، وتاخد الباكة دي اللي فيها لعبة من الحدث برضو، الترا باك يعني بالمناسبة. تمام. كده بالنسبة ايه للمهام. نخش بقى على ايه، على المقايضات. العادة بتبقى نحس كالعادة. بصوا يعني هنا برضو نسيت اقولك ان في الشو داون نزلوا حبة مقايضات زي فاران وبالدري وناس هكذا، بس ابرزهم يعني الباك اليمين بتاع ليفربول ده تمام، كان ارنولد وفاران. تمام. وارقامهم ريتاتهم حلوه، بس انا مجربتهمش على المستوى الشخصي. عندك هنا بقى في المقايضات بتاعه الحدث، عندك هنا انت ممكن تاخد روبرتو باجيو ال91 يعني بحاجات سهله. وبقى عندك لما تجيب 87 لاعب، واحد يكون معاك 87 ومعاك 85 ايطالي، ومعاك 81 نص ملعب، ومعاك 81 لاعيبه عاديين كده. تمام. ده المقايضه بتاعت باجي. وعندك هنا بقى المقايضه بتاعت الحدث. تمام. عندك بقى 90 دي اكيد فيها البيز ايكون بقى العاديين ان هم بيليه بقى وزيدان وكله، بس يعني غاليه قوي يعني. تمام. واهو اللاعب الموجودين بيليه وزيدان ومالديني بقى وتشارلسون وكافو وباجي وكرويف والى اخره. تمام. وعندك هنا بقى ايه 80 97 دي بتاعت الحدث، يعني انا حطيت لعيبه هيجي لي لاعب من 88 ل 97 من بتوع الحدث. تمام. عندك برضو هنا المقايضه اليوميه، وال80 97 و85 97 و87 97 والى اخره. دي بالمناسبه كانت في مقايضه كده من المقايضات اللي هي بتاعت ماركو فان باستين، بس مستخبيه شويه مش موجوده يعني، نازله من الاخر. وهي متطلباته يعني يعتبر سهله شويه يعني لما شفتها، يعني مثلا زي دي ان انت يبقى معاك لعيبه 85 وهكذا يعني، مقايضه سهله. وتاني واحده برضو نفس الكلام، وهكذا يعني. ودي فكرة برضو، دي اخر مقايضة قد ان تكون موجودة في الحدث. ونخش على الباكجات. طور في قسم الريكومندز، دخلنا على التوب ايفنت برضو ضايفين بالظبط اكتر مثلا 6 مثلا. عندك السبيشال باك طبعا دي ب28,000، طبعا دي للناس الاغنياء كالعادة. دي من كام يا ربي؟ دي من كام؟ دي من 89 ل 97 لا.
وعندك الستاندرد باك دي اللي هي بتاعت الناس المتوسطة اللي ممكن تفتحها ومش بيجيلك حد كالعادة. عندك الالترا باك دي من 6. عندك بقى الميكا باك دي من 12,000. عندك الالتيميت باك اللي هي ب18,000. الفرق في الريت يا جماعة، والفرق برضو في المرات اللي انت ممكن تفتحها فيهم. لان انا مثلا الالترا باك ممكن افتحها 10 مرات كل يوم، تمام. وممكن الميجا باك افتحها 5 مرات كل يوم. اما الالتيميت باك 3 مرات كل يوم. اما الستاندرد باك نفس الكلام على الالترا باك. عندك البيس باك دي ممكن تفتحها من هنا الى مثلا بعد مثلا العيد ده بجد، تفتحها 800 مرة يعني مش هتاخد يعني، تفتحها ب 800 جوهرة إلا ما لا نهاية. وعندك الفري باك اللي هي من 70 ل 88 دي برضو ببلاش يعني مش بتدفع فيها فلوس. أما كل دول بتدفع فيهم فلوس ما عدا دي. أما ده بالنسبة لإيه الستور. ده بالنسبة لإيه الحاجات اللي عموما اللي هم ضافوها، الأبرز 4 حاجات يعني غير الحاجات بتاعت الحدث، تمام. وعندك هنا برضو الستار باس كالعادة ان هم كل مرة ثانية، كل مرة لازم يضيفوا ستار باس اجمد من اللي قبله. وصاحب الستار باس مش صاحب الستار يعني اللي في الستار باس يعني عموما، وهو تشافي الونسو، تمام. مدرب بايرن ليفركوزن وكان لعيب للريال كالعادة يعني اهو بتاخدوه. واحسن حاجة فيه ان هو لونج باسر وفي شوت تاكر و4-5 وارقامه جامده يعني باسنج 95 ده ممكن يبص، هو مش بيبص اصلا فاهم. بس مشكلته ان هو من 60 مش من 30 زي الحدث اللي فات، تمام. بس طبعا ده لا كالعاده برضو لو شاحن. وبرضو يعني عندك بقى ممكن تاخد بوتيك وتاخد ملعب، تمام. هنا ممكن تاخد الملعب ده وبقى تاخد كوره، تمام. مش عارف تعمل ايه بس تاخد كوره يعني، وتاخد جوميز لو انت شاحن كالعاده وهكذا. وعند تاخد ستارز برضو دودك تاخد هنا دودك وهكذا، تمام. وبس يا جماعه ده كان شرح الحدث بالكامل، واتمنى انت تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واتمنى حساباتي كلها على السوشيال ميديا عشان لو انزل فيديو هناك هقول هناك على طول، بعديها هاجي هنا اشوفك فيديو جديد. سلام.